السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء مع فقرة ينبوع الواحة، مع موضوع مهم جدا جدا يجب أن نحرص عليه في بيوتنا، ألا وهو بر الوالدين، فالأب والأم أغلى ما يملك الإنسان، لأنهما قدما الغالي والنفيس في سبيل تربية أبنائهم تربية صالحة. فواجب الأبناء على الآباء أن يردوا المعروف ويقدم لهم كل ما يحتاجونه، حتى ما لا يحتاجونه دون كلل. لذا يجب أن تكون لهما سندا عند الكبر، فعليك يا صديقي أن تدرس جيدا وتتأهل في حياتك بصورة جيدة، حتى تصبح إنسانا ناجحا في المستقبل، وتقوم بمساعدة والديك والاهتمام بهم، بل حتى نجاحك فقط يسعدهم، ويدخل الفرحة والسرور في قلوبهم. إن بر الوالدين يكون بالكلام والأفعال، فيجب علينا أن نستمع لكلامهم، ولا بد من الدعاء لهم في الحياة والممات، ويكون بالإنفاق عليهم، وزيارتهم وتلبية احتياجاتهم. كما لا ننسى يا أصدقاء أن هذا الأمر يحتاج إلى الصبر والاجتهاد، ويحتاج منا إلى بذل الجهد والعمل. فبقدر حب والدينا لنا يجب علينا أن نحبهما ونبرهما، ونعتبر ذلك ردا لجميلهم، لما فيه من الثواب الكبير وأجر لو تعلمون عظيم يا أصدقاء. لكن دعونا نخبركم بسر يا أصدقاء، نحن مهما بذلنا من جهد وعمل لن نستطيع أن نرد دين الوالدين، لا ليلة واحدة من ليالي السهر، ولا دقيقة من دقائق المعاناة من أجلنا. لذا لا بد أن نسعى بكل ما نملك حتى يرضى الوالدان عنا، ففي رضاهم رضا الرحمن، وبرهما مفتاح التوفيق. توفيق في الدنيا وتوفيق في الآخرة. بهذا يا أصدقاء قد انتهينا من موضوع اليوم، على أمل أن نلتقي مجددا يا أصدقاء. هذا صديقكم عمر يحييكم، وصديقكم ريان محمد يحييكم. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن اسم إريتريا أطلقه الإيطاليون في نهاية القرن التاسع عشر عندما احتلوا الشواطئ القريبة من ميناء مصوع؟ وجاءت التسمية من اللغة اليونانية والتي تعني البحار الحمر. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا.
أهلا وسهلا بكم أصدقاؤنا المشاهدين في حكاية جديدة من حكايات جحا الشيقة. تقول الحكاية أن جحا اشترى حمارا، فرآه 2 من اللصوص فاتفقا عليه، فتقدم أحدهما وخلع الجرس من رأس الحمار بخفة، وربط رأسه بالجرس، ومشى خلف جحا، بينما عاد الثاني بالحمار. ولما وصل جحا إلى البيت التفت فرأى الرجل يلبس الجرس، فتعجب جحا من أمره وقال له: من أنت يا هذا؟ فوقف اللص باكيا يمسح دموعه وقال: يا سيدي، أنا رجل جاهل، أغضبت أمي فدعت علي أن يمسخني الله حمارا، فاستجاب الله دعاءها وباعوني لك في السوق، وببركتك قد رجعت الآن إنسانا. ثم نزل إلى جحا يقبل يده ويدعو له شاكرا. صدقه جحا ودعا له وتركه، وقال له: لا تغضب أمك مرة أخرى، وتركه يمشي بعيدا. وفي اليوم الثاني نزل جحا إلى السوق لشراء حمار آخر، فرأى نفس الحمار فعرفه، فتقدم منه فورا، فهمس في أذنه قائلا: أظنك لم تسمع كلامي وأغضبت أمك مرة أخرى، فوالله لن أشتريك. وهكذا يا أصدقاء خدع صديقنا جحا وأخذ منه حماره. أعزائنا المشاهدين، انتهت حكايتنا لليوم، على أمل أن ألتقيكم في حكاية جديدة. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا أصدقائي الصغار، سنتعلم اليوم حرف الثاء. الحركات. هيا رددوا معي. بالفتحة. تنطق ثا ثا. بالضمة. تنطق ثو ثو. بالكسرة. تنطق ثي ثي. والآن مع الأمثلة والكلمات. ما هذا الحيوان الذي يظهر أمامكم يا أصدقاء؟ ثعلب. وماذا عن هذا؟ ثعبان. وماذا عن هذه؟ ثمار. ختاماً أصدقائي، ما رأيكم أن نقرأ قصة كاملة؟ حرف الثاء. دخلت ثريا محل الثاء للألعاب، وهنالك شاهدت ثورا كبيرا وثعلبا ذا فرو جميلا. اشترت ثريا عروسة ترتدي ثوبا جميل. كان هذا حرفنا لليوم يا أصدقاء، إلى أن نلتقي مع حرف جديد. إلى اللقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف، مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا يا أصدقائي، كما شاهدنا كان هذا حرف الثاء، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
والآن مع مسابقة جديدة وحرف جديد ألا وهو حرف الثاء. لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما أن تعطياني اسم رجل بحرف الثاء. ثمير. أحسنت، صحيح، ثمير. وهناك أسماء أخرى مثلا ثابت وثامر. لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما أن تعطياني اسم شجرة أو نبات بحرف الثاء. ثوب. أحسنت، صحيح. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما أن تعطياني اسم امرأة بحرف الثاء. تفضل يا علي. ثريا. أحسنت، صحيح. لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما أن تعطياني اسم حيوان بحرف الثاء. ثعبان. تفضل. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى؟ ثعلب. أحسنت، صحيح. لننتقل إلى السؤال التالي. أريد منكما أن تعطياني اسم جماد بحرف الثاء. تفضل يا علي. ثوب. ثوب. أحسنت، صحيح. هل لديك إجابة أخرى؟ أحسنتما يا صديقاي. وإلى هنا نلقاكم في حلقة جديدة ومسابقة جديدة وحرف جديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم، مرحبا بكم يا أصدقاء. توقفنا في قصة سيدنا إبراهيم عندما ترك زوجته وابنه في مكان خالي لا بشر ولا حيوان فيه. وعطش إسماعيل مرة وأرادت أمه أن تسقيه ماء، ولكن أين الماء؟ فمكة ليس فيها أي بئر ولا حتى أي نهر. وكانت هاجر تطلب الماء وتجري من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. ونصر الله هاجر ونصر إسماعيل فخلق لهما ماء. وخرج الماء من الأرض فشرب إسماعيل وشربت هاجر فكان بئر زمزم. فبارك الله في زمزم، وهذه البئر التي يشرب منها الناس في الحج. ويأتون بماء زمزم إلى بلادهم. هل شربتم ماء زمزم؟ وعاد إبراهيم إلى مكة بعد مدة، ولقي إسماعيل ولقي زوجته هاجر وفرح بولده. وكان إسماعيل ولدا صغير يجري ويلعب ويخرج مع والده. وكان إسماعيل يحب والده جدا. وذات ليلة رأى سيدنا إبراهيم أنه يذبح ولده في المنام. وكان إبراهيم نبيا صادقا، وكان منامه صادقا. وكان إبراهيم خليل الله، فأراد أن يفعل ما أمره الله به في المنام. وقال إبراهيم لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال إبراهيم لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأخذ إبراهيم إسماعيل معه وأخذ سكينا. ولما بلغ إبراهيم منى أراد أن يذبح إسماعيل، واضطجع إسماعيل على الأرض فوضع السكين على حلق إسماعيل. ولكن الله يحب أن يرى عبده وخليله هل سيفعل ما أمره به أم لا. وهل يحب الله أكثر أم ابنه أكثر؟ وفعلا قد نجح إبراهيم في الامتحان. فأرسل الله جبريل بكبش من الجنة وقال: اذبح هذا ولا تذبح ابنك إسماعيل. فأحب الله عمل إبراهيم
فأمر المسلمين بالذبح في عيد الأضحى. صلى الله على سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل وسلم. سنكمل ما تبقى من قصة سيدنا إبراهيم في الحلقة القادمة. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم، مرحبا يا أصدقاء. حكمتنا لليوم: المعرفة التي لا تطورها كل يوم قد تفقدها في يوم. والآن مع حكمة اليوم المعرفة. يا علي، هل تظن أن المعرفة التي لا تطورها قد تفقدها يوما ما؟ صحيح، هذا السؤال جميل جدا. فعندما لا مثلا أنا ألعب كرة، فإني لو لا أداوم على هذه الشيء فقد أفقدها في سرعة. يعني إنك بدك تكون مركز على إشي مهارة أو أي إشي يعني من المهارات، عليك أن تداوم عليه وما تخليه. يعني كل يوم لازم تلعب منه أقل إشي نص ساعة، أو تداوم عليه عشان ما تنساه. تلعب على الأقل في اليوم نص ساعة عشان ما تنسى هذا الإشي، المهارة اللي عندك أنت يعني. نعم أحسنت. والآن يا محمد، هل تظن أن هذا الشيء صحيح أم لا؟ نعم، مثلا أنا كل مرة ألعب بعض الأحيان ألعب بالكمبيوتر، وأنا كان حلمي في يوم من الأيام إني أصنع لعبة. فالحين أنا الحين قاعد أحاول أصنع لعبة. فلو أنا ما كنت لو ما أجرب كل يوم وما أجرب أشياء جديدة، فأنا ما راح أعرف، راح أنسى كل شيء في يوم من الأيام. نعم، أعجبتني هذه الحكمة، أحسنت. والآن يا عبد الوهاب، فلتعطينا رأيك. رأيي هو لما تقرأ القرآن، لما أنا أقرأ القرآن كل يوم، وفي يوم من الأيام تركت القرآن، لما أقرأ تركته. فهذا الشيء لما أترك القرآن هيروح مني كل شيء. القرآن شيء عظيم. نعم، أحسنت يا عبد الوهاب، شكرا لك. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة، والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. استخلفني الله على ولايتكم، فإن أخطأت فقوموني، وإن أصبت فأطيعوني. اللهم بارك عبدك وابن عبدك السلطان محمد بن مراد يا كريم. اللهم أيده وخذ بيده إلى ما فيه خير المسلمين. آمين. أيها القادة، لقد كنتم خير عون لوالدي رحمه الله، فأنتم ركن الدولة الصادق. يا أركان الدولة الأشداء، إنكم تعرفون أن الله أورثنا الأرض لما كنا من عباده الصالحين، وهو القادر على انتزاعها منا إن انحرفنا عن نهجه القويم. فلنؤدي واجبنا الذي خلقنا الله من أجله، ولنصن الأمانة التي حملنا إياها. يا أركان الدولة الأشداء، إن العدو الأكبر الذي يجب الخوف منه هو ذنوبنا، فإن انتصرنا عليها فتحت لنا الآفاق كلها بإذن الله. وأذكر يا إخواني أن علينا العمل دون كلال.
ولنبدأ بأنفسنا وليوفقنا الله في ذلك، ولنعد ما نستطيع من القوة ورباط الخيل لنرهب عدونا وآخرين من ورائهم لا نعرفهم ولكن الله يعلمهم. ولنشد الهمة لإعلاء كلمة الله ونشرها في البلاد. وإني لا أسأل الله بعزته أن يكرمني بتحقيق نبوءة رسول الله، فالقسطنطينية تنتظر بشوق ومنذ 8 قرون جحافل المسلمين لتحمل لها النور والهداية. وتذكروا وما النصر إلا من عند الله. انتبهي حمقاء. معذرة يا مولاي، فقد كنت أحاول قص الظفر الزائد. احذري وإلا قصصتك من الدنيا. كادت تقضم إصبعي. سيدي مولاي أيها الإمبراطور. أليكسي، كيف تدخل علي هكذا دون استئذان؟ هيا تكلم. ما أحمله لا يستطيع الانتظار. هيا أخبرني، أخبار سيئة أم مفرحة؟ ألا تقرأ الخبر يا مولاي من ملامح وجهي؟ كأنك تحمل أخبارا سارة يا أليكسي. هيا أسرع ولا تتركني أنتظر أكثر. مات الذئب العجوز يا مولاي. أي ذئب؟ السلطان مراد يا مولاي. نعم، لقد كان ذئبا وعجوزا. وماذا أيضا؟ هل خلفه ابنه محمد في الحكم؟ نعم، جلس الطفل. لم يعد طفلا. ربما لو أخبرتني بموت محمد لفرحت أكثر. لقد خفت خطورة مراد منذ مرضه. أعتقد أن محمدا سوف يجرب الآن ما جربه والده السلطان مراد من قبل، وسوف يقلقنا ويضطرنا إلى التصدي له وإعادته مهزوما. ما الذي جربه السلطان مراد؟ حاصر القسطنطينية 50 يوما ثم تراجع. اطمئن يا مولاي، لقد مات العجوز وولده ما يزال طفلا. أرجو ذلك. الآن مع فقرة التحدي الذي سيتناول العقيدة والدين الإسلامي مع صديقي محمد وعلي. جاهزون يا أصدقاء؟ هيا بنا. مرحبا بكم يا أصدقاء وفقرة التحدي مع صديقكم منجوس وصديقي محمد وعلي. حيوا الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا أصدقاء. هل أنتم جاهزون للتحدي؟ أجل، جاهزون. نعم. وأنتم يا أصدقائي المشاهدين، هل أنتم جاهزون؟ أحسنتم. هيا بنا إلى السؤال الأول. حسنا، السؤال لك يا محمد، هل أنت جاهز؟ نعم. السؤال يقول: من هم الملائكة؟ 1. هم عالم غيبي خلقهم الله من نور. 2. هم الجن. 3. هم موجات إيجابية. الجواب هو الأول. حسنا، هم عالم غيبي خلقهم الله من نور. هل هي إجابة صحيحة؟ أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم. والآن لننتقل إلى السؤال الثاني إلى علي.
السؤال يقول: ما معنى الإيمان بالكتب السماوية؟ هل هو تعليقها أم التكذيب بها أم التصديق بها؟ ماذا تختار؟ أختار الجواب الثالث. والذي يقول التصديق بها. هيا نرى الجواب. لقد كان جوابا صحيحا. أحسنت يا علي. لقد فعلتها. أحسنت. هل تعرف كتابا من الكتب السماوية؟ أعلم. اذكر واحدا. القرآن الكريم. أحسنت. ماذا عنك يا محمد؟ الإنجيل. الإنجيل، ممتاز. ماذا عنكم يا أصدقاء؟ ارسلوا لنا إذا كنتم تعرفون. وأنا متأكد أنكم تعرفون كما قال علي في التعليقات. هيا إلى السؤال الثالث لصديقنا محمد. السؤال يقول: ما هو آخر الكتب السماوية؟ هل هو الإنجيل أم القرآن أم هو التوراة؟ يا محمد. الجواب الثاني. الثاني وهو القرآن. فلنرى. أحسنت يا محمد. لقد كان جوابا صحيحا. نعم فعلتها. ماذا عنك يا علي؟ هل نذهب إلى السؤال الرابع؟ أجل. هل أنت مستعد؟ 100%. إذن إلى السؤال الرابع. السؤال يقول: ما هو القرآن؟ هل هو كلام البشر أم هو قصائد شعرية أم هو كلام الله غير مخلوق؟ ما رأيك؟ الجواب الثالث، كلام الله غير مخلوق. إذن اخترت الجواب الثالث. فلنرى الجواب. هل هو صحيح؟ أحسنت يا علي. لقد كان جوابا صحيحا. أجل، لقد فعلتها. إذن فقد كانت أجوبتكم كلها صحيحة. على أن نلتقيكم في فقرة قادمة وحلقة جديدة. نستودعكم الله يا أصدقاء. وصديقي محمد وعلي ودعوا أصدقائنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر، هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أصدقاء. كانت إجابتنا في لغز الماضي الزجاجة، ومعظم أجوبتكم كانت صحيحة. أما لغزنا لليوم هو شيء يطير بلا أجنحة ويبكي بلا عيون. فما هو؟ لا تنسوا أن ترسلوا أجوبتكم عبر رقم القناة أو عبر السوشيال ميديا. فواجب الأبناء على الأولاد أن يردوا المعروف. كيف الأبناء على الأولاد؟ بينما عاد الثاني: لا ليلة من ليالي السهر. أنه يذبح ولده هنا يا الله، مش كاتوه صحي قريب. فبارك الله في زمزم وهذه هي خشك أقول أنا يا أخي. إيش؟ الزهرة. اسحب. وأخذ إبراهيم إسماعيل معه وأخذ معه سكين. إيش يا حبيبي؟ سكين. ليه يا عضلات يا حبيبي. تعبت عشان أجيبها. أنت خليك ثابت طيب عشان أعرف أنا قاعد أشوفك.
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.